تقريبا اني مش هتقبل ابدا ان اللي يديني دروس ويحفل عليا بلغه السوشيال ميديا هو اللي لسه خسران من طلائع الجيش يا جماعه. لا والله. ما انا لازم اضحك، انا فعلا والله هضحك بجد. يعني صارف اكتر من 2 مليار جنيه وميزانيه مفتوحه وتعب نفسك وفي المركز الثالث لحد دلوقتي. ركز بقى في فريقك، حاول اضرب كف بكف يا حاج. ما تشغلش بالك بيا خالص. ركز في لجانك، تلاقي اللجان طالعه والناس بتتكلم على الزمالك وده وضعكم الطبيعي. فوق حبيبتي، احنا من اولها كده، اصل احنا ما بنحبش حد يفول علينا. كلام فاضي. بقول لهم بصوا في ورقتكم. يا لهوي على البجاحه، ده انا ما شفتش. الزمالك باصص في ورقته. هتقول لي ايه ده ازاي؟ طب ما انتي بتقولي الا ما كنتش انا وصلت دلوقتي ان انا متصدره الدوري. بس انا بنتي عارفين بيتنا الطاطا في خلقتي، بس انا مخنوقه مع خلقي ده لغايه هنا. لو انا مش باصه في ورقتي وبتكلم في 8 انتصارات متتاليه ما كانش هيبقى ده حالي. خليكم في ازماتكم. يتحدى، احنا عندنا هنا واحده تنام جنب جوزها. فعلا بص في ورقتك. انا الزمالك باصص في ورقتي.